بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من كوره حافظ. وعزيزي المشاهد، خليني اقول لك ان المونديال بدأ خلاص، واقفل كل حاجه وركز معايا علشان المونديال بدأ. فالدنيا يعني مش مستحمله، خليك معايا واحده واحده علشان الدنيا ايه. شكلنا كده داخلين على مونديال مش احسن حاجه، شكلنا داخلين على كاس عالم قسما بالله كل مرار طفح ما يعلم بالله ربنا. والدنيا بايظه. يعني المونديال النهارده فتحت ابوابها وقالت لك تعالى يا باشا، امريكا والمكسيك وكندا، وقالت لك تعالى العب عندنا المونديال وشوف الدنيا بقى والافتتاح، ويلا شوف الافتتاح النهارده، ولا يلا شوف كل حاجه. الاقي الافتتاح هي الحاجه الوحيده اللي بارزه شاكيرا بس. هي شاكيرا بس هي اللي بارزه. حاجه كده ايه، من على طرف المعلقه بتاعت السكر. والافتتاح كله بايظ. تيجي بقى الافتتاح الثاني اللي هو بروتوكول، اللي هو بيجي في منتخبات بقى واوروبا والليله ومش عارف ايه، ووريني المنتخب ده مشهور بايه. الاقي لك شويه ستات داخلين باعلام، وادخل يا باشا ووقف هنا ووقف هنا واعمل دايره ولموني يا لموني. فالافتتاح اساسا لوحده سمك سمك لبن تمر هندي. قلنا ماشي، يمكن نلاقي بعد كده اداء ومش عارف ايه. الاقي المباراه اساسا تحس ان انت بتلعب في الدوري المصري. قسما بالله الدوري المصري تيبيكال. شوف لما كانوا بيتكلموا على الدوري او كاس العالم بتاع قطر، لما كانوا بيقول لك ايه مش عارف ده انتوا عالم 17 مش ثالث 17. شوف كاس العالم ده قسما بالله هتمل وانت بتتفرج. النهارده الحكم بيدي 3 دقائق بيشربوا فيها ميه، 3 دقائق. لو بيشربوا ميه من البير اللي على اول الشارع كانوا خلصوا اساسا. فالافتتاح كان على يعني ايه، على قده، على قده قوي. ما يهمناش ده كله، يهمنا بقى منتخب مصر. هو منتخب مصر بالشكل ده احنا ممكن نوصل لايه؟ بص، اللي انا شفته النهارده واللي انا حللته النهارده من اللي حصل النهارده ده، هي المباريات اللي جايه دي مباريات اخطاء. انت هتلعب على اخطاء غيرك. اللي هيقابل منتخب مصر او اللي انت هتقابله العب على اخطائه زي ما هو هيلعب على اخطائك. مفيش حد احسن من التاني عشان اجيبها لك من الاخر. العب على اخطاء المنافس. مش عيب ومش غلط ان انت تدافع، بل بالعكس ان انت تدافع قدام منتخب شرس، ده عادي. بلجيكا اللي انت هزمتها اساسا 2-1 في مباراه وديه، هي برضو نفس بلجيكا اللي فازت عليك 3-0 في التحضير لكاس العالم 2018 لما كان معاك هيكتور كوبر. فما تخافش، ما تقلقش، المنتخب ده مش صعب قوي على فكره زي ما بيحللوا لك ويقولوا لك ده منتخب مش عارف مين. منتخب اوروبي، ولكن تلعب عليه عادي جدا على فكره، وتاكل عليه رز بلبن يعني. فعادي يا باشا. انت عندك محمد صلاح، عندهم دي عندنا محمد صلاح، عندهم دوكو، عندنا مرموش، عندهم مين؟ محمد صلاح قيمي، يعني القيمه بتاعته جوه المنتخب كبيره جدا، لازم تستغل ده. مرموش لازم تستغل ده. واحد زي حمزه عبد الكريم اذا نزل لازم يستغل ده. واحد بيلعب في برشلونه، الراجل ده يعني خلاص. انت حاليا منتخب كبير، محدش يقدر يشكك في ان انت تصعد دور ال 16. الحلم المبدئي اللي خلاص، اللي بيبص بواقعيه وبموضوعيه يقول لك ان مصر تصعد دور ال 16. خلاص تعدي دور المجموعات، دور ال 32، دور ال 16. تعالى دور ال 16 ونتكلم، بس ما تتكلمش من دور المجموعات. ده اللي اعرفه. دور المجموعات ما تتكلمش فيه. انا بقول لك دور المجموعات ما تتكلمش فيه، عشان بس ايه، نبقى واضحين. الحصان الاسود في البطوله منتخبنا الوطني باذن الله. الحصان الاسود اللي هو هيعمل اداء ونتيجه كويسه. معانا مدرب على اعلى مستوى اسمه الكابتن حسام حسن. معانا لعيبه، معانا نجوم، معانا محمد صلاح، معانا مرموش. اكبر ناديين في العالم موجودين عندنا، مرموش وصلاح. واحد كان بيلعب في ليفربول والتاني بيلعب في مانشستر سيتي. مفيش اي حاجه تانية، مفيش اي حاجه تانية. بص يا سيدي، انا اقول لك الكلمه دي وخدها مني وبعد كده ارميها في اي مكان، بس في الاخر هترجع لها. اقوى بطوله تتعمل من منتخب مصر على مدار 16 سنه من اخر مره خدت فيها افريقيا هي البطوله دي، وخدها يا رهان مني. والكره لسه كلامها كتير على فكره، احنا بنتكلم كتير بس ايه، خدها مني، خدها مني وحطها في المحفظه عندك. اقوى بطوله هتعملها مصر في تاريخها
من اول ما اتفتح كاس العالم لحد دلوقتي هي البطوله دي. هتقول لي طب بناء على ايه؟ اقول لك قسما بالله هي جايه كده، هي ببركه ربنا نازله كده. شوف، فما تجيش بقى تشكك، وما تجيش بقى تقول اصل انا هشجع المنتخب اللي هيقابل منتخب مصر. يا سيدي قسما بالله انت ما عندك دم، والله انت ما عندك دم. اي واحد هيجي يقول انا هشجع المنتخب فلان الفلاني عشان المنتخب فلان الفلاني عشان منتخب مصر ما خدش مش عارف مين، انت ما عندكش دم. كلمه ورد غطاها. بص يا سيدي من الاخر، قول لي توقعاتك، هل انت شايف ان منتخب مصر يقدر يوصل لدور ال 16 يا ابن الناس ولا لا؟ عشان البطوله دي انا قسما بالله متفائل بيها تفاؤل كبير، مش كتنظيم والدنيا دي، انا متفائل بيها منتخب مصر بس. اقفل الصفحه علشان الدنيا ايه، ما تعكش مننا. فانت شايف ان منتخب مصر يقدر يوصل لدور ال 16 ولا لا؟ جاوبني، جاوبني. على فكره الاجابه دي مهمه، لو انت جاوبتني دلوقتي في الكومنتات هفهم منك، بس ما تطنش، اثبت عندك وجاوبني. يلا، دي حلقتنا النهارده من كره حافظ، اشوفكم باذن الله على خير بكره في حلقه جديده. تصبحوا على خير، سلام عليكم.